ناس كتير جدا ما بتقدرش تشتري الجبنه الكريمي، بتبقى ب70 و80 في السوبر ماركت. احنا ان شاء الله النهارده هنحول الجبنه القريش لجبنه كريمي. هنستخدم معاها جبنه بريزدون مثلثات. ممكن نجيب البطرمانات برضو وناخد منها معلقتين، مش مشكله. اي نوع جبنه تكون كريمي عشان اقدر ادخلها مع الجبنه القريش واقدر اعمل نفس طعم الجبنه الكريمي. عندي هنا الزيت هستخدمه، هستخدم منه معلقتين زيت، وهستخدم هنا كوبايه لبن. برضو اللبن هنا بخيره برضو. هنيجي مع بعض هنشوف هنعمل الجبنه ازاي. انا هنا خلاص بعد ما ضربته، تضربيه في الخلاط. المهم ان هو يديني السمك ده، سمك الجبنه. ولو عايزه تضربيه اكتر من كده برضو هيديكي اتخن واتخن. انا هنا عملتها خلاص زي الكريمه. ممكن هنا بقى اضيف لها، انا هنا عاملاها يعتبر ساده بجبنه مثلثات. ممكن ان احنا نضيف لها بقى زيت زيتون متقطع كده نفرمه معاها، تبقى بطعم الجبنه بالزيتون. ممكن مثلا نحط معاها بسطرمه، شرايح بسطرمه ونفرمها مع بعض برضو تديني الجبنه بالبسطرمه زي ما بيعملوها بره. قطع جبنه شيدر، جبنه رومي، كل ده ممكن اضربه معاها يديني طعم الحاجه اللي انا حطيتها معاها. هنيجي هنا بقى عندي بطرمان فاضي، هقوم جايه صبها. وفي نقطه انا نسيت اقول لكم عليها، لو حد عايز يضيف لها ملح يضيف عادي، مش مشكله، عشان لو حد بيحب الملح الزياده في الجبنه. بس انا بفضل ان انا افضيها الاول كده. ممكن اللي بيحب الملح يحط لها رشه ملح. تحطيها في البطرمان بالشكل ده وتحطيها في التلاجة. هي برضو لسه ما تتحط في التلاجة هتمسك وهتتقل اكتر واكتر. بس وتعملي منها سندوتشات لاطفالك. ويبقى كده خلاص خلصت حلقتنا النهارده، وعملنا الجبنه البريزيدون، وممكن تعمليها باي طعم تاني وبالهنا والشفا.